السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمامة المعصومة. قالت الإمامية بضرورة النص في تعيين الإمام، ولكن لماذا النص؟ يقولون لضرورة أن يكون الإمام معصوما، ولما كانت العصمة خافية علينا ولا يعلمها إلا الله، ولذا ثبت ضرورة التعيين بالنص. ولماذا يجب أن يكون الإمام معصوما؟ يقولون لأن المقتضى من وجوب نصب الإمام فيه هو جواز الخطأ على الرعية، فلو كان الخطأ جائزا في حقه بطل الغرض من تنصيبه. يعني شنو شيخنا؟ بسطها بلغة أهلنا إن الرعية الناس عموما يصدر منهم الخطأ، ولذا يحتاجون من يكون مسؤولا عنهم يوجههم نحو الصح، وهذا الذي يوجههم يجب أن لا يصدر منه الخطأ، وإلا إذا يصدر منه الخطأ فلماذا نجعله موجها ومسؤولا عليهم؟ فيجب أن يكون الإمام معصوما. هذا ملخص لنظرية الإمامة المعصومة. والآن لنتحدث بلغة السياسة. نجد أن المجتمع اللي تشكل في البداية جراء المطالب والحاجات الغريزية بوصفها ضرورات ألزمت الإنسان بالانضمام إلى الآخرين والتعاون معهم، ما لبث وتحت حكم الحاجة أيضا للحفاظ على هذا الوضع والتحول نحو العمل على إبراز شكل من الأشكال السلطة والانتظام يخدم حركة المجتمع، وتأتي السلطة بمثابة الراعي لعملية التنظيم الاجتماعي، فهي قوة مهمتها تأمين النظام وديمومة الجماعة. السلطة لا يمكن أن تعتمد مبدأ القوة والفرض فقط. ليش ما يصير؟ لأن هذا يعني راح تحتاج إلى شرطة على كل مواطن، بل راح تحتاج إلى شرطة على كل شرطي، وهذا غير منطقي. ولذا تحتاج السلطة إضافة إلى احتكارها للقوة إلى الإقناع، ونتيجة لذلك ظهر مصطلح الشرعية. هل تمتلك السلطة الشرعية أو لا؟ إذا تمتلك الشرعية سوف تحظى بالمقبولية، والعكس صحيح. وانبثق من هذا المبدأ مفهوم آخر لدى فقهاء القانون عرف بالمشروعية. شنو هي هاي المشروعية؟ ويراد منه معيار التزام السلطة بقواعد القانون من جهة، والأهداف والقيم العليا للمجتمع من جهة أخرى، وكلاهما يفترض أن يكون متضمنا في تلك الفلسفة أو الأيديولوجية التي تتبناها الدولة. على ضوء ما تقدم، ونحن أزاء فكر ديني ومجتمع إسلامي يعتقد بأن الشرعية تستند إلى ماذا؟ إلى الإرادة الإلهية. إذن لها وحدها حق التصرف في الخلق، إلى الإرادة الإلهية، إذ لها وحدها حق التصرف في الخلق، ولا شرعية إلا أن تكون مستمدة من هذه الإرادة وتنتهي إليها. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله. وعلى ذلك تكون فكرة الجعل الإلهي نتيجة منطقية التي لا تقبل الاعتراض، كون الإرادة الإلهية هي الأحق بعملية التشخيص والأقدر على اصطفاء الأئمة من بين الخلائق. وقد اعترف الكاتب المصري أحمد محمود صبحي في كتابه نظرية الإمامة بقوة نظرية الإمامة المعصومة نظريا وتماسكها منطقيا، إلا أنه أخذ عليها إنها تحلق بعيدا في أجواء مثالية، وإنها حيث ترتطم بالواقع الملموس تبدو عليها نواحي التهافت، إذ إنها تصورات عقلية للتمني ولكنها لا تغني عن الواقع شيئا. وإزاء ذلك يتوجب علينا النظر في النظرية المقابلة للنظرية الشيعية الإمامية التي تقول بالإمامة المعصومة.
علها تعطينا حلا إسلاميا لمشكلة نظام الحكم في الفلسفة الإسلامية، يتسم بالترابط المنطقي وفي الوقت نفسه يكون أكثر انسجاما مع معطيات واقع المجتمع الإسلامي. ونجد في معرض حديث الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام عن وجهات نظر علماء الإسلام في موضوع خلافة رسول الله أو الإمامة. قال: تعيين الإمام هل هو ثابت بالنص أو بالإجماع؟ فالقائلون بالإجماع اختلفوا في أن إجماع الأمة عن بكرة أبيها شرط في ثبوت الإمامة. لم يكتفي بجماعة أم يكتفى بجماعة أهل الحل والعقد؟ وانطلق من ذلك بعض الكتاب المعاصرين كالدكتور محمد ضياء الدين الرئيس في كتابه النظريات السياسية الإسلامية، والدكتور السنهوري الذي نقل رأيه في هذا الكتاب أيضا إلى التصور بأن اختيار الإمام على هذا النحو ثم البيع له من قبل الأمة يكون بمثابة العقد السياسي الذي يستوفي شروطه القانونية. وقارب بينها وبين نظرية العقد الاجتماعي التي طورها جان جاك روسو، فوجد أن العقد الذي تكلم عنه روسو كان مجرد افتراض حيث لم يتوفر عليه برهان تاريخي، بينما تحظى نظرية العقد الإسلامي اللي اصطلح عليها بنظرية العقد الإسلامي ببعض تاريخي ثابت، هو تجربة الأمة في خلال العصر الذهبي الإسلامي المتمثل بعصر الخلافة الراشدة والكلام له، حيث أن هذا التصور المتقدم لنظرية العقد الإسلامي، ولكن غير أن هذا التصور المتقدم لنظرية العقد الإسلامي اللي قدمه يصطدم بعقبات جمة، لأن ما جرى في عملية اختيار الخلافة الراشدة وهو الأساس الذي استمد منه علماء أهل السنة نظريتهم في الحكم لم يكن على قاعدة مشتركة أو نظام موحد، ومن ثم فإن جماعة أهل السنة لم يكن لديها مبدأ الخلافة مجمع على قبوله. فهذا شيخ أهل السنة في زمانه يصرح باصطلاحة إجماع أهل الحل والعقد، فضلا عن إجماع الأمة كلها، بل نقل إجماع العلماء على استحالته. أما مشروعية عمل الإمام فتقاس برضا الرب، وإن كان ذلك يتضمن بالتأكيد مصالح الناس وخيرهم، إلا أن ذلك ليس بصورته المطلقة كما ذهب الغربيون في العصر الحديث، وإنما بشرط موافقتها لقانون الإسلام. فكيف نحرز هذه الموافقة؟ نأمل أننا استفدنا من خلال هذا الطرح والمناقشة معكم، ونأمل أنكم استمتعتم معنا في هذه الدقائق، وشكرنا وامتناننا لما تقدمتموه لنا من طول البال والاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.